جود نايت يا فندم. استباحنا صباح الملك لله. جود نايت ايه؟ احنا في عز الظهر، اتفضلي. الست اللي بره دي قالت الدور عليا في الطابور فدخلت. ست وطابور؟ انت رايحه تقبضي جمعيه ست انت ولا ايه؟ انا امي مش راضيه عني، هو اليوم باين من اوله. تمام اتفضلي. introduce yourself. ايوه انا عارفاه السؤال ده. هو مش ده السؤال اللي انا بعرف فيه نفسي؟ صبرني يا رب. ايوه بقى اتفضلي خلينا نخلص. اوكي كيب كالم. ده الاطرش في نعمه. My name it's رانيا Egyptian. I am 25 سنة years old. I work from home under strips عادي. I love everyone and I go to the zoo والبيراميدز with my family. Please accept me don't to view me. السالري 8000 بعون الله. ايه ده؟ ايه اللي ودانا بتسمعه ده؟ زازو مين وبيراميدز ايه؟ انت رايحه تكتبي باراجراف لبنت اختك؟ مالك بس يا فندم؟ والله ده انا حتى جايه مذاكره، هي بس قاعده فيرب تو بي اف اللي وعدين فيها مشكله. قاعده فيرب تو ايه بس كده عشان انا جالي هبوط؟ لا وستريبس دي انت قصدك بيها ستريس صح؟ ايه كان لازم اذاكر كويس ولا ايه؟ تذاكري ايه يا شيخه؟ ده انت محتاجه ضبط مصنع، محتاجه كورس انجليزي، وانا بصراحه محتاجه ودان جديده ده اللي نزلت دي. بصراحه يا فندم الكورسات كلها غاليه، وانا كنت جايه اخد السالري ابو 8000 عشان اخد كورس انجليزي. خلاص يا ستي انا هساعدك، بس لو قلتي سالري 8000 دي تاني. خلاص. بصي يا استاذه رانيا، دلوقتي في بيج على الفيسبوك بتدي اونلاين كورسز اسمها يو اس انجلش، وبجد اسعارها كويسه جدا. الكورس هيركز معاكي على الاكسنت بدل الاكسنت في عبده سكوزمي دي. كم سموها؟ يا استاذه ركزي معايا بقى يا استاذه. الكورس كمان هيركز معاكي على الليسننج والسبيكنج واهم الكلمات اللي هتستخدميها في اللغه، يعني هتتكلمي انجلش صح جدا مالكيش حجه. الله ده كده حلو قوي. وبعدين هيركز كمان على مهارات التواصل وازاي كده يبقى عندك ثقه وانت بتتكلمي. كل ده اونلاين بالظبط. والكورس كمان هيبقى على زوم ميتنج او جوجل ميتس. مش بس كده، دول خلال الكورس هيستخدموا معاكي التعلم التفاعلي. بمعنى ايه؟ يعني انت ممكن تترجمي اغاني، فيديوهات، وكمان ممكن افلام. يعني انا بعد كده مش هتفرج على الفيلم وهو مترجم عشان هكون انا المترجم. سوري. مش بس كده، لازم في بدايه كل سيكشن يبقى في محادثه بينكم بالانجلش، ده هيخليكي تقدري تظبطي الاكسنت وكمان بيبقى في طلاقه في الكلام. يعني انا كده هكلم اجانب وش بالظبط. واول اصلا ما مستواكي يتحسن في اللغه هيبقى معاكي مخاطرين اجانب. طب ما تقلقيش خالص، عاملين باكجات كويسه جدا. البرونز باكج ده بيبقى من 7 ل 10 طلاب. السيلفر باكج ده بيكون من 3 ل 5 طلاب. الجولد باكج ده بيبقى من طالبين ل3. اما بقى الدايموند باكج وده بقى الدلع كله، ده بيبقى انت والمحاضر بس. ايه ده؟ دول كمان عندهم كورسات كول سنتر وكورسات انترفيو للشغل وكورسات اطفال. مش قلتلك مشكلتك كلها تتحل مع كورسات يو اس انجلش؟ ايوه اتفضل. لا ده انت اتحسنتي جدا في الانجليش، ده مستواكي بقى C1 كده. بقى اقدر اقولك اهلا بيكي في الشغل، هنحتاجك معانا جدا.